السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخواتي في الواقع والمواقع. النهاردة هيبقى آخر جزء في حكاية أسس هو وبتوع الإبداع. يلا نتفرج على الفيديو مع بعض. الناس دول خدوا في أعراض، نبشوا في قبور، سربوا أخبار كاذبة، كمية مغالطات، كمية تزييف في الحقائق، كمية تشهير بشرفاء البلد، كمية تشكيك في إدارة البلد، كمية تشكيك في قضاء البلد. الناس دي لازم تتحاسب. نصيحتي المهاجر، مش كل حاجة تشوفها على البرامج صدقها، مش كل حاجة تسمعها صدقها. حفظ الله مصر شعبا وقيادة. شكرا. لو سمحت انا عشان اقف انا عايز تعرضي ايه كويس. ممكن تسيبني اتكلم. انت صار في النص. انت لا لا انا وقفت في النص. هاني ممكن هاني ممكن يطلع مكالمه تليفونيه بيني وبينه. لو انا اتكلمت عن ميخا انا وهو بشكل سيء هو يقول لي كده. انا مش هتكلم يا استاذ يا عليك اسمع لا يا استاذ ادم يا استاذ ادم لما يتعمل دلوقتي كلام الله يرضى عنك انت مش فاهمه. تاتي صلى على النبي مش لو سعيد بالله مش هشي ودي سعيد بالله مش هشي ودي ولا كان كلامي واضح لما طلعت ودي عشان سعيد واستاذ شيمو انا بس بسيري قلت ان انا افهم وفوانيش. لما انا دلوقتي خدت سكرين شوت وبعتها لربه هو كاتب فيها باللفظ ده فلان وفلان هيعملوا كذا بس انا مش راضي على ده. انا ما بتهمكيش انت بشيء. افهموا الله يرضى عنكم. لعبه قذره لعبه قذره بتتعمل. افهموا الله يرضى عنكم. فاصل رساله اي حد فيكم يا ياسمين اي فاصل رساله اي حد فيكم ممكن تسمعني. افهمي بعد ابنك افهمي يعني صوتي بقى عالي على فكره. انت مين هو بيشتي في النص. ممكن بعد اذنك تهدي وتعملي ميوت لو سمحت. لو لسه بتهزيني شوف انا بقول لك لو لسه بتهزيني اعملي ميوت. يا سمسم بعد اذنك افتح المايك. انت قلت جمله مفيده قوي. قلت احنا عملنا الجس ده يا جماعه وقسما بالله حتى هم اتفاجئوا انا ليه طلبت الجس ده. لما انا شفت كده بنص الرساله فوانيس بيقولوا يا جماعه هم عايزين يفتحوا لايف بيقولوا 1 2 3 وانا مش راضي على ده. واخد بالك يا سمسم وانا مش راضي على ده. فكان لازم يا صديقي بصراحه نطلع كده ونقول يا جماعه هو انتوا بتعملوا ايه؟ هو انتوا بتقولوا ايه؟ هو انتوا عايزين تعملوا ايه بالظبط؟ ما انا اتدخلت قبل كده. افتح المايك يا ماهر بيه بعد اذنك. افتح المايك الله يرضى عنك. ما تدخلش حاجات قبل كده عشان احب عنكم بكل امانه. الكلام اللي بيحصل ده اللي ادب وتهريج مع احترامي للكل. قدام حضرتك باللفظ كده ما دخلتش احل ما بين فلان وعلان. ما قلتش حضرتك سيادتك الكلام ده ورحت باللفظ كده قدام سيادتك قلت ايه؟ قلت يا جدعان حلوها مع بعض بايه؟ ما بينكم ما حدش يتدخل. ولما جت واحده هنا معززه مكرمه تمام مش هذكر اسمها ايه عارفه واحده سامعه في اللايف وطلبت مني ان انا اتدخل قلت لها لو سمحت قرري نفسك قول رجاله الله مع بعض. حصل والكلام ده شافه كابو بنفسي. حصل يبقى ايه لازمتها بقى كل الحوارات دي يا ماهر بيه؟ ايه طالعه دلوقتي؟ ايه طالعه دلوقتي بالعقل ايه طالعه دلوقتي؟ انا بعتبرها قله ادب ليه؟ لان الحاجات دي ما كانش المفروض تطلع. احنا اكبر من كده. عيب مش انت انا ده تطلع في اللايفات ونقول فلان وفلان. انت لو بنت الكلب دي كان انا ما كنتش انا لما اكون بقعد مع حضرتك ويتقال على ماهر بيه فلان او 1 2 3 لازم افهم فيه ايه. لكن اتفاجئ باللفظ كده حد بيقول لي فانوس على فكره انا هطلع افتح لايف واقول 1 2 3 هو انتوا كده عايزين تشوشروا على اللي هو عايز يعمله؟ هو انتوا بتشوشروا على ميكا عشان خاطر وجهه نظره صائبه ووجهه نظره صح؟ طب ما تقول يا عم وجهه نظرك وتتكلم عن نفسك. ما انت اللي بتتكلم في الحق انت يا اللي بتقول انك حقاني. ما انت قدام عيني على الجسم وكان معاك حد اسمه استاذ حسين قلت يا جماعه احنا اتصلنا بظباط واتصلنا وعملنا بعلاقات ودنيا ودين واسس مات والكلام ده مش حقيقي وانت ما عملتش ده وده اسمه ادعاء وانا ممكن اقدم فيك محضر واقول ان انت بتعمل بلدره شرشره في البلد. لو هكلمك بقى قانوني ولا انا هقدر بس تحسب
قال لي لا طبعا مش غلط. لا طبعا مش غلط. طبعا بس ايه بقى؟ ايه الواحد ماسك نفسه مش كده يا جدعان. انت مش فاهم ميشا؟ لا معلش يا فوانيس اسمعني لو سمحت. انت مش فاهم ميشا يا عم.